مش هقول لكم زي بتاع الافران، لا احسن مليون مره من بتاع الافران، نظافه وريحه ومكونات كمان اقتصاديه، وبسعر كمان اقل من اللي بنشتريه من بره بكتير. تعالوا بينا بقى كده نشوف هنعمل الجمدان ده ازاي، ونبدا يلا ونقول بسم الله. اول حاجه هنعملها وهي اختبار الخميره، زي ما معوداكم لازم نعمل اختبار الخميره في الاول علشان خاطر نشوف الخميره شغاله ولا لا. بجيب كيس من الخميره الفوريه كده، بحط عليه معلقه كبيره من السكر او معلقتين صغيرتين، تمام. وميه اهم حاجه تكون ايدي تستحملها، يعني تكون ميه لا هي ساقعه ولا هي سخنه، ميه دافيه. هنجيب هنا الطبق بتاعنا وهنبدا دلوقتي اللي احنا هنحط فيه كيلو من الدقيق، ويفضل ان هو يكون دقيق متعدد الاستخدام. بحط عليه معلقه صغيره من الملح، يبقى دي مقادير ايه، مقادير الكيلو اهو زي ما احنا شايفين بمنتهى البساطه والسهوله. معلقتين كبار من اللبن البودر، تمام كده. وهحط كمان كيس من البيكنج باودر، وهبدا كده اللي انا اقلبهم كويس. الخميره هنا معايا بدات انها تطلع فقاقيع، معنى كده ان الخميره بتاعتنا شغاله وزي الفل. عشان خاطر اي عجينه تنجح معاكي لازم تدخلي معاها الخل، بيدي طراوه للمعجنات وبيساعدها كده انها تبقى طريه وحلوه، تمام كده. حطيت معلقتين من الصلصه البيوري، وده سر اللون بتاع البوريك بتاع الافران. وبعد كده جبت نص كوبايه. بصوا بقى، عايزين تحطوا سمنه حطوا سمنه، على زيت حطوا زبده، بس حطوا براحتكم خالص. اهم حاجه الماده الدهنيه تكون نص كوبايه. ايه يا ساره اللي بتخلي المعجنات عامه تنجح معايا غير الخطوات اللي انا قلتها لكم قبل كده؟ العجن. مدة العجن يا جماعة لازم تكون مدة كافية، يعني لازم نعجن في العجينة مدة كبيرة قوي لحد ما تلاقوها بقت طرية كده تحت ايديكم. عجنتها بايه يا سارة؟ عجنتها بمية دافية. لحد كده الدنيا سهلة وما فيهاش اي حاجة خالص. كان عندي حبة لبن رحت حطاهم عليها، لو ما عندكيش اللبن مفيش اي مشكلة، دي خطوة اختيارية. بصوا فضلت اعجن فيها جامد، وعشان خاطر ادعك فيها كويس كده واعجن فيها كويس بحطها على الرخامه. طبعا الرخامه غسلينها كويس جدا ونضيفه وزي الفل. بفضل ادعك فيها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. الطريقه دي هي اللي بتخلي العجينه تنجح معايا. بصوا طريه ازاي، طالعه طريه طراوه يا جماعه، تحفه قوي. لازم بجد تجربوا الطريقه دي. بصوا لونها خطير ازاي، يعني بصوا تريكات وحركات سهله جدا وبطريقه يعني ما فيش اسهل من كده هتلاقوه. المهم ان انا جبت الطبق وحطيت عليه كده رشه من الزيت، تمام. وبدات اللي انا حطيت فيه العجينه بعد ما عجناها، وهغطي عليها وهسيبها انها تخمر براحتها خالص. تعالوا بقى لما نحضر الحشوه. بصي عشان نبقى متفقين، اي حاجه في التلاجة عندك احشيها بيها. يعني دي كانت جبنه متبقيه عندي محطوطه، جبنه بيضه قديمه مع جبنه اللي هي التلاجة، عملتهم ميكس كده مع بعض بجد حلوه قوي. عندك جبنه قريش اعجنيها بحته جبنه بيضه قديمه برضو، طعمها مش هيبان، الولاد مش هياخدوا بالهم يعني، لان معظم الولاد مش بيحبوا الجبنه القريش. براحتكم خالص. هي هنا كانت بدات انها تخمر، بس انا طبعا مستعجله عليها وما قعدتهاش اكتر من ساعه، يعني هي هنا كانت قعدت نص ساعه. فهبدا ان انا اشتغل بيها على طول، وبسم الله اللهم بارك اللهم بارك. بصوا الجمال والحلاوه، طرت اكتر، يعني هي كل ما بتقعد كل ما بتطرى اكتر. وهقول لكم برضو على سر تاني. بصوا انا عماله اقول لكم في اسرار وتريكات وحركات وانتوا مش بتعبروني بلايك ولا شير ولا باي حاجه خالص. السر برضو في اي معجنات تبداي انت تقسميها، بعد ما بتقسميها بتسيبيها انها تخمر يعني تاني. كل ما المعجنات بترتاح كل ما بتديكي نتيجه افضل واحسن. طبعا طريقه التشكيل زي ما انتم شايفين كده، بدات ان انا اعملها كور كده صغننه، وبدات ان انا احشيها، احط الجبنه كده من الطرف واقفل عليها الاطراف عشان الجبنه ما تطلعش لبره. وبعد كده بصوا المنظر، عامله شبه البوريك ولا مش شبهه؟ بصوا انا بحب اسهل عليكم الدنيا علشان تحبوا المطبخ وتحبوا انكم تعملوا يعني الحاجه في المطبخ بحب وبسهوله. انا هنا كان عندي برجر، اسكت لا طبعا حمرته كده، وبدات برضو اللي انا احشيه جواها. لو كان بقى عندك جبنه رومي بسطرمه اي حاجه من ذاك القبيل حطيها جواها. بصوا بقى الجمدان، يعني بسم الله ما شاء الله، كمان الكميه اللي رماها حلوه جدا. انا طبعا بعد ما شكلتهم برضو سبتهم انهم يرتاحوا شويه، غطيت عليها كده. بصوا الحاجه تحسوا كده ان العجينه كده بترتاح كده حلوه. عايزين بقى تدهنوها بصفار بيض مع نسكافيه حلوه قوي، عايزين تدهنوها كده بلبن زي ما انا عملت برضو حلوه قوي. احنا بندهنها ليه؟ بدهنها دلوقتي علشان خاطر تديها لون حلو برضو، وعشان خاطر السمسم والحبه البركه دول يعني يثبتوا عليها من على الوش من فوق. حطوا بقى سمسم وحبه البركه براحتكم، اهم خلوا الولاد يستفيدوا كده بالحاجات الحلوه دي. اهم حاجه بقى بصوا الجمدان والحلاوه والجمال، اللايك بقى والشير ما تنسوش بقى، والكومنتات بتاعتكم برضو ما تنسوهاش عشان انتوا بتنسوا، ويعني بصوا يعني بتطنشوني خالص. عايزه اقول لكم على الكميه اللي عاملها، اللهم بارك اللهم بارك، كميه تحفه قوي. ملحوظه ما بيقعدش كتير في الفرن خالص.
المهم اهم حاجه ما تنسوش لو وصلت هنا تصلوا على النبي وتتابعوني. انا ساره جمال من بورسعيد. باي باي حلوين. بابا حبيبي توصلك ألف السلام عليه والسلام.